تحياتي لكل اللي بيشوفونا واللي لسه هيشوفونا واللي بيتفاعلوا معانا واللي لسه هيتفاعلوا معانا. وأنا أسمة معاكم في نودي وأسمة، بستنى كل تعليقاتكم وآرائكم وأسئلتكم وطلباتكم. ده بيخليني أعرفكم أكتر وبيعرفكم بينا أكتر ويخلي حبل التواصل بينا وبينكم دايما واصل. هقدم معاكم صوص طحينة بشكل مختلف غير تقليدي، بيليق مع المشاوي بشكل خاص، بيبقى ليه نكهته وطعمه المميز والخاص جدا، وبيبقى إضافة حلوة جدا ومميزة على سفرتنا، وفرصة نقدم بقى عليها حاجة مختلفة. يلا نشوف ونعرض وصفتنا. أول حاجة هنبتدي بيها البصل، وهو النكهة المميزة للطبق بتاعنا، وهو بقى اللي بيضيف له طابعه الخاص والمميز. نقطعها ل4 تربع. في طاسة نضيف الزيت وعليه البصل، هنتبله بمعلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل، ونحطه بقى على نار هادية ونغطيه لحد ما يدبل ويتكرمل معانا. وأثناء التسوية نقلبه علشان كل الورق يدبل ويتكرمل. ده شكل البصلة بعد ما دبلت وأخدت درجة اللون والكرملة المطلوبة. معانا هنا كوب من الطحينة، هنضيف عليها البصل بكل البهاريز بتاعته، وهخلي معلقة زيت أحطها على الوش الصوص كده في الآخر. هنتبله بنص معلقة صغيرة فلفل زيها من الملح. ناخد بالنا إننا ضفنا ملح مع البصل أثناء الكرملة، وندوق طبعا ونظبط الملح على حسب حاجتنا. ومعلقة صغيرة من الكمون، وعصير نص ليمونة، ولو حابين طبعا نزود الليمون نزود، وكوباية مية ساقعة. وهنخفق كل ده بالهاند بلندر أو بالخلاط. ده بيبقى قوامها وسمكها، حابين نخففه أو نتقله. نتحكم في كمية المية دي، حاجة بقى ترجع لكم. نغرف الصوص في طبق التقديم، هنضيف له حبة الزيت اللي احنا حشناهم في البداية من كرملة البصل. بعدها بقى بنضيف الإضافات اللي بنحبها. أنا ضفت هنا رقائق من الفلفل الأحمر الحار المجفف ورشة من الكمون، ممكن نستبدلها برشة من الفلفل الأسود. كده الصوص أصبح جاهز، من الصوصات الجميلة جدا، وزي ما قلت في البداية ليه نكهته وطعمه المميز وبيليق جدا مع المشاوي بشكل خاص كده. كده بقى وصلنا لنهاية وصفتنا. استنونا في وصفاتنا اللي جاية في نودي وأسمة، وبالهنا.